السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا الفيديو اليوم على قناتي وقناتكم شهوة ام ياسمين. غنوجد معكم واحد الكيكه مزيونه بزاف بزاف خفيفه، شيشه تذوب في الفم. هاد الكيكه بزاف بزاف د الناس اللي ما يزعموش يعملوها، وهاد النهار زعمت انا وعملتها وطلعت غزاله ما شاء الله. كيكه قادر كما يسميوها، تجي غزاله بنينه، وكنت ديما نخاف نديرها ما تنجحش معايا صراحه. كما يقولوا عليها صراحه كتصدق كتصدق وكتنجح معاك من اول تجربه. نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على القلب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه، وندوزو المقادير وطريقه التحضير. طريقه التحضير سهله وبسيطه ودغيا ادوجد وانجح معك من اول تجربه. عندي واحد كاس السكر سنيده، عملته في واحد الكاسرونه تكون ثقيله، عملتها على نار مهيله، وراه بدا يذوب دابا كما تشوفوا. غنخليه يذوب شويه بشويه هايذا، وانا نحرك. صافي ملي يذوب النص فيه نحركو، ما نقيسوش في الاول حتى يذوب النص فيه عاد نحركو باش نعاونو دغيا يذوب لي. كنت مزروبه واللي ما مزروباش وعندها الوقت تخليه يذوب على خاطرو على نار مهينه. انا خليته داب النص وحركت وعاونته باش يذوب دغيا. صافي على هالشكل هذا، وها هو داب معايا. ما نخليوش هذوك الحبيبات السكر حتى يذوب في مره، وندوزو باش نحطو في المول اللي غنستعملو. المول اللي غنستعملو على هالشكل هذا، بحال هالشكل. نتوما اللي عندكم متوفر غتعملوه. وغنحطها على جنب. شفتوا معايا الكاسرونه ما نحرقش معايا السكر. الا تحرق معاكم جهدتوا له البوطه ولا ما سهيتوا عليه غيجيكم مر. صافي غندوز باش نوجد الكريمه اللي غنعمل. جوج بيضات في واحد الخلاط كهربائي، استعملوا غير الخلاط الكهربائي. ونص كاس سكر سنيده. جوج كيسان د الحليب، الكاس الاول والكاس الثاني. هذا هو الفلون اللي غنعمل. كريم كراميل. عندي هنايا معلقه د قشور الحامض، وواحد المعلقه د الخل، وعندي هنا باش تجيكم متماسكه مزيان واحد جوج فلون كراميل. صافي ونحركو هادشي كامل بهذا الشكل هذا. صافي نكبوه على الخليط اللي عملنا في الاول د الكراميل، راه برد. ودابا نكبو عليه هاد الخليط هذا وغنحطوه على جنب ونساوه ونخليوه حتى نوجدو الطبقه الثانيه ولا العجينه. غندوزو باش نوجدو العجينه. دينا واحد الاناء غنعمل فيه زوج بيضات. طريقه ساهله البنات، ضروري تجربوها والله تجي بنينه وسهله ماهله، وفي نفس الوقت بنينه. عندي كاس سكر سنيده وفاني قبيصه د الملح. نحركو هادشي مزيان حتى يولي لنا خليط ابيض. حتى يولي لنا الخليط بحال هالشكل هذا ابيض. وغنضيف عليه كاس د العنبه د الزيت.
تتبعوا المقادير، ما تزيدوا ما تنقصوا، وغتنجح معاكم ان شاء الله. نحركوا هذاك الزيت، نضيفوا دابا كاس الحليب. دابا غنضيفوا عاود 2 معالق كبارين د الكاكاو، غنغربلوه. دقيق على حساب الخليط، غنضيفو دفعات على 2 دفعات و2 خمارات. نحركو هاد الخليط وما يكفيناش الدقيق. غنضيف واحد الكمية دقيق باش نتحصل على هاد القوام هذا اللي غتشوفو. صافي هنا غنتوقف، غنخليها خفيفة بهذا الشكل هذا، بحال هيدا. ضروري يبقى القوام بهذا الشكل هذا. وصافي دابا غنحطو على هذيك الكريمه اللي عملنا في الاول د الكراميل. غير كبوه، كيجيكم في الاول غريبه، راه ما غنجحش معاك ولا غدهشي منا. صراحه الله والله لا لا، زعما داكشي عجيب سبحان الله. الكيكه كتطلع من الفوق والكراميل ولا الفلو يهبط من التحت، وكتجي واحد الكيكه بنينه وخطيره، يعني زوينه بزاف. باش هما سموها قدرة قادر وقدرة ربي كتطلع. كنديرها في واحد المقله بحال هيدا د الفران، ونعمل عليها شويه الماء سخون. نطيبوها في الفران على في حمام مائي. شتو الماء اللي درت نقص منه، راه شرب منه في الفران في اللاطه. ونعملوها ملي كنعملها في اللاطه ودير الماء سخون، نعملها في الفران على نار مهيله بزاف بزاف، وخليها طيب على خطره 60 دقيقه. من بعد 60 دقيقه نجبدوها ونقلبوها بالسكين هيدا، وإلا خرجنا السكين ناشف عارفوا راها طايبه. من بعد 60 دقيقه، قل من 60 دقيقه لا، على نار مهينه. قل من 60 دقيقه لا، ما تحلوش عليها باش ما تهبطش ليكم. هنا حطيتها في الكونجيلاتور، في هاد الاثناء راها بارده، وخليتها ليله كامله في الكونجيلاتور. ماشي ديك الساعه هزيتها، ولا كنتو مزروبين ديروها في الكونجيلاتور واحد 4 سوايع وتجبدوها. عفوا انا دابا بيت الليله كامله في الثلاجه من التحت. واللي مزروبه غديرها في كونجيلاتور 4 سوايع. صافي فاش جبدتها عملتها في واحد الحمام عاود مائي، باش هذاك الكراميل يساعدني انه يزول. كما شفتوا انا حطيتها في الطبسيل فيه الماء، وخليتها حتى واحد 5 دقائق ولا حتى 10 دقائق، غير بيد ما ديك الفلون كيحيدنا من اللاطه من المول. وصافي نقلبوها. ضروري تعملوا لها هاد العمليه هذه من بعد ما تخرجوها من الكونجيلاتور ولا الثلاجه، ديروها في واحد الحمام مائي سخون، وتجي على الشكل هذا. كتجي بنينه خفيفه وهشيشه بزاف. وتبعوا المراحل وهاد النصائح اللي عطيتكم، وغادي تنجح معكم كيف ما نجحت معايا انا. تجي غزاله وبنينه، ونتمنى اللي وصلت لهاد المرحله هذه ولا الفيديو تخلي لي واحد اللايك واشتراك ودعمني. جزاكم الله خيرا، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله على قناتي وقناتكم شيوات ياسمين.